السلام عليكم، سنة تانية، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله دلوقتي هنبتدي ندخل في الوحدة الجديدة والوحدة الأخيرة ان شاء الله في العلوم. الوحدة الأخيرة بتتكلم عن الخصائص الفيزيائية للطقس والمناخ، وهنتكلم عن حالة الجو. في الوحدة الأخيرة بلاقي الدرس الأول اسمه أثر الحرارة والضغط في تشكل المناخ. أنا هتكلم عن حالة الجو العامة، وهقول لك إزاي الحرارة بتأثر على حالة الجو، وإزاي الضغط الجوي كمان بيأثر علينا. بيقول لي ايه الفرق بين الطقس والمناخ، مع ان الاتنين بيعبروا عن حالة الجو. الطقس هو حالة الجو في موقع معين بس خلال فترة زمنية قصيرة. يعني لما اكلمك عن الجو النهارده يبقى انا بتكلم عن الطقس، لما اتكلم عن الجو في خلال اليومين دول يبقى الطقس، لما اكلمك عن الجو الاسبوع ده يبقى الطقس. لكن لما اقول لك الجو حر طول فصل الصيف يبقى انا بكلمك عن المناخ. لما اقول لك الجو حر طول السنة في منطقة السودان مثلا يبقى انا كده بكلمك عن المناخ. لما اقول لك فتره زمنيه طويله يبقى انا بتكلم عن المناخ. يبقى الطقس هو حاله الجو في موقع معين خلال فتره زمنيه قصيره، لكن المناخ هو حاله الجو السائده في موقع معين خلال فتره زمنيه طويله. يجي بعد كده يقول لي الطقس والمناخ وحاله الجو بتتاثر بعده عوامل، بتتاثر بحاجات كتيره جدا، منها درجه الحراره والاشعاع الشمسي والضغط الجوي والرياح والرطوبه والتكاثف والهطول. ولكن انا هختص بدراسه 3 حاجات بس من دول. هختص بدراسه درجه الحراره والضغط الجوي والرياح. النهارده في الدرس بتاعنا هناخد درجه الحراره والضغط الجوي، وبعد كده ان شاء الله الدرس الجاي هنتكلم عن الرياح وهيكون الدرس الاخير. طيب هنتكلم عن درجة الحرارة والضغط الجوي. أول حاجة بيقول لي إن درجة الحرارة هي أهم عنصر بيأثر على حياة الكائنات الحية، أو بيأثر على المناخ والجو بشكل عام. ليه هو أكتر عنصر مؤثر؟ ليه؟ لأن هو بيأثر بشكل مباشر في حياة الإنسان، وبيأثر في توزيع النباتات والحيوانات على سطح الأرض. عشان كده بلاقي حيوان او كائن حي زي الوشق المصري اللي هو اسمه الكركال بيعيش في منطقه حاره، بيعيش في مكان حار عشان هو ده المناسب ليه. وبلاقي حيوان الدب القطبي بيعيش في المنطقه القطبيه الشماليه عشان ده الجو البارد المناسب ليه. عشان كده درجه الحراره بتاثر بشكل مباشر في حياه الانسان وفي المناطق اللي بيعيش فيها النباتات والحيوانات. بيقول لي ان انا عندي عوامل بتاثر في درجه الحراره. في حاجات بتخلي درجه الحراره مرتفعه جدا، وحاجات تخلي درجه الحراره منخفضه او تخليها معتدله. ايه هي العوامل دي؟ اول عامل عندي هو اختلاف دوائر العرض. تاني حاجه القرب والبعد من المسطحات المائيه. تالت حاجه الارتفاع عن مستوى سطح البحر. طب اول حاجه هيكلمني عن اختلاف دوائر العرض. يعني ايه دوائر عرض؟ انا عارف ان كوكب الارض خدناه في الدراسات بيتقسم بخطوط وهميه طوليه وعرضيه. فالخطوط العرضيه دي اسمها دوائر العرض، ودوائر العرض دي بتبتدي تقسم لي كوكب الارض لمناطق. عندي حاجه اسمها المناطق الحاره والمناطق المعتدله والمناطق البارده. طب لما يجي يقسم لي كوكب الارض هلاقيه متقسم في النص بالظبط بين القطب الشمالي والجنوبي بخط كده بيقسمها نصين اسمه خط الاستواء. وخط الاستواء ده درجته صفر. طب عندي فوق خط الاستواء مدار اسمه مدار السرطان، وتحت خط الاستواء مدار اسمه مدار الجدي. طب ما خط الاستواء رقمه صفر او درجته صفر، لكن مدار السرطان درجته 23.5 ان. مدار الجدي رقمه 23.5 اس. انا لما اجي ارسل كده كوكب الارض اهو، كوكب الارض اهو، هلاقيه مقسوم من النص هنا بخط اسمه خط الاستواء، رقمه صفر درجة. تحتيه مدار الجدي رقمه 23.5 اس. طب فوق مدار السرطان رقمه 23.5 برضو ان. ايه الفرق بين ان واس؟ فوق حطيت رقم حرف ان عشان ان يعني نورث يعني شمالا، وتحت اس ساوث يعني جنوبا. فانا عندي السرطان 23.5 ان يعني في الشمال فوق،
والجدي رقمه 23.5 اس في الجنوب تحت. طيب انا عندي المنطقه اللي موجوده بين السرطان والجدي دي كلها اسمها المنطقه الحاره، يبقى دي كده بسميها المنطقه الحاره. ليه بسميها المنطقة الحارة؟ لأني لما أجي أرسم الشمس كده هلاقي أشعة الشمس بتكون عمودية ومباشرة على المنطقة دي، بتكون أشعة الشمس عمودية ومباشرة، وده بيخلي درجة الحرارة مرتفعة جدا في الأماكن دي وبتكون أماكن حر، عشان كده سميتها المنطقة الحارة. طب يجي يقول لي أنا عندي أماكن تانية فوق وتحت. عندي فوق السرطان دائرة رقمها 66.5 ان برضو عشان احنا فوق في الشمال، وتحت الجدي فيه دائرة رقمها 66.5 اس عشان احنا في الجنوب. فانا عندي المنطقة دي ودي بسميها معتدلة. ليه معتدلة؟ ليه المنطقة دي بسميها معتدلة؟ انا عندي الجزء ده حار، من هنا لهنا ده حار، لكن الجزء ده معتدل وده معتدل زيه. يبقى انا عندي ليه المنطقه دي معتدله والمنطقه دي معتدله؟ من اول 23.5 ل 66.5 ان، ومن 23.5 ل 66.5 اس. دي مناطق معتدله لان اشعه الشمس هنا ما بتكونش عموديه ولكنها بتكون مائله، زي ما احنا شايفين اشعه الشمس بتنزل مائله الى حد ما. طب انا عندي اشعه الشمس لما تروح ناحيه القطب الشمالي والجنوبي بلاقيها اشعه مائله جدا، ومائله جدا يعني درجه الحراره بتكون منخفضه وبتتركز على منطقه واسعه وتاثيرها بيكون قليل. يبقى في النص اشعه الشمس عموديه تاثيرها على منطقه صغيره، او بتتركز على منطقه صغيره وتاثيرها بيكون عالي. لكن هنا بين 23.5 و 66.5 بتكون مناطق معتدله واشعه الشمس بتكون مائله تتركز على منطقه اكبر وتاثيرها بيكون اقل. لما بتكلم عن القطب الشمالي والجنوبي، المناطق اللي فوق واللي تحت دي بتكون مناطق بارده. اهو دي 90 درجه ودي 90 درجه، طبعا دي 90 ان ودي 90 اس. فأنا عندي من 66 ل 90 دي منطقة باردة، وفوق هنا من 66 ل 90 دي برضو منطقة باردة. ليه منطقة باردة؟ لأن أشعة الشمس مائلة جدا وتنتشر في مكان كبير جدا وواسع وتأثيرها بيكون ضعيف، عشان كده المناطق القطبية الشمالية والجنوبية بتكون مناطق باردة. عشان كده دوائر العرض بتأثر طبعا على درجة الحرارة. أهو موريني خط الاستواء ومدار السرطان ومدار الجدي وفي النص أشعة متعامدة، لكن هنا مائلة لكن هنا أكثر ميلا. يجي بقى يلخبطني في سؤال زي ده ويقول لي ايه؟ يقول لي انا عندي 3 مناطق، الاسكندريه والقاهره واسوان. الاسكندريه على دائره 31 ان، والقاهره على 30 ان، واسوان على 24 ان. فيجي يقول لي اكتب او حدد المنطقه اللي بتقع فيها، المنطقه الحراريه اللي بتقع فيها كل مدينه من دول. فهو بيلخبطني، قال يعني انا هكتب له واحده منطقه حاره والثانيه منطقه معتدله والثالثه منطقه بارده. لا، هم كلهم واقعين في المنطقه المعتدله. ليه؟ لان المنطقه الحاره من 0 ل 23 ان ومن 0 ل 23 اس، من مدار السرطان الى مدار الجدي. لكن المناطق دي بتقع فين؟ بتقع من 23، يعني هي فوق ال 23 ونص، وكمان تحت ال 66 ونص. فالثلاثه كلهم بيقعوا في المنطقه المعتدله شمالا. طيب تاني حاجه بتاثر على درجه الحراره ايه؟ القرب من المسطحات المائيه. الناس اللي عايشه في اماكن فيها بحر او اماكن فيها مسطحات مائيه كتير غير الناس اللي عايشه في اماكن زي الصحراء او اماكن تانية ما فيهاش مسطحات مائيه كتير. طب ده بيأثر ازاي؟ بيقول لي انا عندي الميه بتكون حرارتها النوعيه مختلفه عن اليابس. الماء حرارته النوعيه مرتفعه فبيسخن ببطء ويبرد ببطء، وطبعا ده بيأثر على درجة حرارة الهواء اللي بيعلو الماء أو درجة حرارة الهواء اللي بيعلو اليابس. فبما إن الحرارة النوعية للماء مختلفة عن الحرارة النوعية لليابس، ده هيأثر
على درجة الحرارة في المكان اللي فيه مسطحات مائية، وهيعمل لي ظاهرتين عكس بعض، ظاهرة نسيم البحر وظاهرة نسيم البر. ظاهرة نسيم البحر احنا خدناها الترم الأول، وأنا عارف إن نسيم البحر هو حركة هواء بارد منعش من البحر نهارا باتجاه اليابس. نسيم البحر ليه بيحصل بالنهار؟ لأن بالنهار الماء بيكون لسه ملحقش يسخن، درجة حرارته ملحقتش ترتفع، فالمية بالنهار بتكون باردة والهواء اللي فوقيها بيكون بارد، وانا عارف ان الهواء البارد كثافته تقيلة وجزيئاته قريبة من بعضها. اما اليابس بالنهار بيكون سخن، بيسخن بسرعة جدا، فالهواء اللي فوق اليابس بتكون سخن وكثافته خفيفة فبيرتفع الى اعلى. لما الهواء اللي فوق اليابس يرتفع الى اعلى يجي بسرعة ويحل محله هواء بارد جاي من البحر، عشان كده بسميها ظاهرة نسيم البحر، والظاهرة دي بتحصل بالنهار. طب بالنسبة لنسيم البر، نسيم البر عكسها على طول، هي حركة هواء بارد جاف نسبيا من اليابس باتجاه البحر ليلا. ليه بتحصل بالليل؟ لأن بالليل بيكون المية دافية، ما لحقتش تغير درجة حرارتها، ما لحقتش تبرد، فبيكون بالليل الماء دافئ والهواء اللي فوق المية هو كمان هواء دافئ، فالهواء اللي فوق المية دافئ وكثافته خفيفة يرتفع إلى أعلى ويحل محله الهواء البارد اللي جاي من ناحية اليابس. طيب يجي تالت حاجة يكلمني عن الارتفاع عن مستوى سطح البحر. يبقى 3 حاجات بيأثروا على درجة الحرارة: اختلاف دوائر العرض، والقرب من المسطحات المائية، وكمان الارتفاع عن مستوى سطح البحر. وانا درست الترم الأول ان كلما ارتفعنا لأعلى قلت درجة الحرارة وقل الضغط الجوي وقلت كثافة الهواء. فانا لما اجي ابص على الجزيئات بتاعت الهواء اللي موجودة حواليا هنا تحت في سطح الأرض او على مستوى سطح البحر، بلاقي الجزيئات كلها قريبة من بعضها ومتكتلة ومتجمعة في مكان واحد. لكن لما جزيئات الهواء ترتفع وتطلع إلى أعلى تبتدي الجزيئات تتباعد عن بعضها، وده هيعمل على خفض درجة الحرارة. وأنا تحت الجزيئات بتاعت الهواء كلها متكدسة وقريبة من بعضها ومكتومة، لما تطلع لفوق الجزيئات بتاعت الهواء تبعد عن بعضها، وده هيعمل على خفض درجة الحرارة. اهو بيقول لي الارتفاع عن مستوى سطح البحر بيؤدي الى تمدد الهواء وانخفاض كثافته، وده هيخلي الدقائق او الجزيئات بتاعت الهواء تتباعد عن بعضها، وده هيؤدي الى انخفاض درجه الحراره. طب انا عندي في النشره الجويه بيديني درجتين حراره، بيقول لي عندي حاجه اسمها درجه الحراره العظمى ودرجه الحراره الصغرى. يعني ايه او ايه الفرق بينهم؟ درجه الحراره العظمى هي اعلى درجه حراره بصل اليها في اليوم الواحد، ودرجه الحراره الصغرى اقل درجه حراره بصل إليها في اليوم الواحد. طب بالنسبة للمدى الحراري اليومي والمتوسط اليومي لدرجة الحرارة، الاثنين أسهل من بعض. المتوسط، كلمة متوسط أنا عارف من الترم الأول إن كلمة متوسط رياضي يعني بجمع القيم على عددهم، فأنا هجمع قيمة درجة الحرارة العظمى زائد درجة الحرارة الصغرى على عددهم اللي هو 2 عشان هما قيمتين. فمتوسط اليومي لدرجة الحرارة هو المتوسط الحسابي لدرجتي الحرارة العظمى والصغرى لليوم الواحد. يبقى المتوسط اليومي هو المتوسط الحسابي، واهو ده القانون بتاعه، درجة الحرارة العظمى زائد درجة الحرارة الصغرى على 2. طب ايه هو المدى الحراري اليومي؟ هو الفرق بين درجتين الحرارة، انا عندي درجة عظمى عالية وعندي درجة صغرى منخفضة، فالفرق بينهم هما الاثنين بسميه المدى الحراري اليومي. يعني بجيب درجة الحرارة العظمى ناقص درجة الحرارة الصغرى، يبقى المدى الحراري اليومي هو الفرق بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى لليوم الواحد. والقانون بتاعها ايه؟ المدى الحراري اليومي بيساوي درجة الحرارة العظمى ناقص درجة الحرارة الصغرى. طيب يجي بعد كده ويكلمني عن الضغط الجوي. يبقى اول حاجه اتكلمت فيها بتاثر على حاله الجو هي درجه الحراره، تاني حاجه بتاثر على حاله الجو هي الضغط الجوي. طب الضغط الجوي بيأثر ازاي؟ بيقول لي انا هعمل تجربه وهجيب رافعه من النوع الاول زي العصايه دي كده، واروح ماسكاها من النص كده، اخلي نقطه الارتكاز بتاعتها في النص، واعلق عليها بالونتين منفوخين هواء، وهخلي الرافعه بتاعتي او هخلي البالونتين في حاله اتزان، يعني الاثنين يبقوا قد بعض بالظبط، وابقى متاكده من ده. وبعد كده هروح جايبه دبوس وهفضي واحده فيهم من الهواء، فهلاقي البالونه اللي لسه منفوخه نزلت الى اسفل. طب مع ان هنا في بالونه
وهنا في بالونه، فليه التانية دي هي اللي نزلت لاسفل؟ عشان جواها هواء، وده بيعرفني او بيدل على ان الهواء له وزن. معنى كده ان الهواء ده مش موجود وخلاص، ده ليه وزن وتقيل وبينزل لتحت اهو. فيجي يقول لي طب انا هعمل تجربه عشان افهم ازاي الهواء ممكن ياثر عليا او على حياتي او على حاله الجو. فبيقول لي انا هجيب ازازه تقدر تستحمل الحراره، واروح حاطه او مقطعه جواها ورق، وهجيب عود ثقاب مشتعل يعني عود كبريت، وهروح رميه جوه الازازه، فهيولع في الورق اللي جوه الازازه، هيعمل اشتعال. وبعد كده اجيب بيضه مسلوقه متقشره واغطي بيها بوز الازازه من فوق، فالبيضه هتروح قافله على الازازه وتكتم الحراره او النار بتاعت الورق جوه الازازه. طب هنا ايه اللي يحصل؟ بيقول لي لما الورق بيحترق بيعمل على رفع درجه الحراره داخل الزجاجه، وارتفاع الحراره ده هيؤدي الى زياده ضغط الهواء بسبب ثبوت الحجم. المفروض ان الحراره لما ارتفعت تخلي الضغط الجوي ينخفض، بس ليه لما الحراره هنا ارتفعت الضغط الجوي هو كمان ارتفع؟ عشان الحجم ثابت، عشان حجم الازازه ثابت وما بيتغيرش، فبالتالي ارتفاع درجه الحراره خلت الهواء المحبوس جوه الازازه يبقى ضغطه مرتفع مع ثبوت الحجم. طب بعد شويه الورق النار بتاعته هتطفي ودرجه الحراره هتنخفض، فلما درجه الحراره تنخفض داخل الازازه انخفاض درجة الحرارة هيؤدي إلى انخفاض مفاجئ في الضغط الجوي وانخفاض سريع في الضغط الجوي. يبقى إيه اللي حصل كده؟ بعد انطفاء اللهب بيبرد الهواء اللي جوه الإزازة بسرعة فيقل حجمه، وده هيؤدي إلى انخفاض الضغط عن الضغط الجوي اللي خارج الإزازة. يبقى أنا عندي في الأول كانت درجة الحرارة عالية والضغط عالي. طب تاني حاجة درجة الحرارة انخفضت والضغط انخفض. لما الضغط جوه الازازه يبقى منخفض الضغط بره الازازه هيبقى هو اللي اعلى منه وهو اللي اكبر منه، فلما الضغط خارج الازازه يبقى اعلى او اكبر من الضغط داخل الازازه، فالضغط العالي اللي بره هيزق البيضه عشان يخليها تنزلق الى داخل الزجاجه. يبقى انا عندي الضغط كان الحراره كانت عاليه والضغط كان عالي، بعد كده الحراره انخفضت والضغط انخفض معاها مع ثبوت الحجم او بسبب ثبوت الحجم، فبالتالي الفرق في الضغط خلى البيضه تنزلق داخل الزجاجه. الضغط خارج الازاز خارج الزجاجه بقى ضغط عالي، وده سبب انزلاق الزجاجه داخل انزلاق البيضه داخل الزجاجه. يؤدي الفرق بين الضغط الجوي خارج الزجاجه والضغط الجوي وضغط الهواء المحبوس داخل الزجاجه الى اندفاع البيضه داخل الزجاجه. طب يجي يقول لي يعني ايه اصلا ضغط جوي؟ انا عارف او من التجارب اللي انا عملتها دي ان الهواء ليه وزن، والوزن بتاع الهواء ده بسميه الضغط الجوي. طب انا بقيس الضغط الجوي ازاي او بعبر عنه ازاي؟ بعبر عنه بعمود من الهواء، يعني باجي في منطقه كده مساحتها تكون 1 متر مربع واقيس الهواء وزنه فيها قد ايه في المنطقه اللي هي مساحتها 1 متر مربع، اشوف الهواء وزنه هنا في المنطقه دي قد ايه بالظبط، وارتفاع العمود ده يكون الى نهايه الغلاف الجوي، مساحته 1 متر مربع وارتفاعه الى نهايه الغلاف الجوي. يبقى ايه هو الضغط الجوي؟ هو وزن عمود من الهواء مساحته او مساحه مقطعه 1 متر مربع 1 متر تربيع وطوله ارتفاع الغلاف الجوي كله. ده كده بيعبر عن الضغط الجوي. طب بيقول لي انا بقيس الضغط الجوي ازاي؟ انا بقيس الضغط الجوي من خلال جهاز اسمه جهاز البارومتر الزئبقي، وجايب لي شكله كده. الجهاز ده بيكون جواه زئبق وبعدين بيكون مدرج من هنا بالسنتيمتر، فكل ما الزئبق يرتفع الى اعلى بشوف الزئبق ده جايب كام سنتيمتر زئبق بالظبط. عندي جهاز البارومتر الزئبقي ده هو اللي بقيس بيه الضغط الجوي في اي حته. طب بيقول لي عندي حاجه اسمها الضغط الجوي المعتاد، يعني الضغط الجوي اللي انا متعوده اعيش فيه او متعوده عليه او اللي احنا كلنا موجودين فيه. الضغط الجوي المعتاد هو الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر. لو طلعت على جبل يبقى انا مش في الضغط الجوي المعتاد، لو نزلت تحت الميه يبقى انا مش في الضغط الجوي المعتاد. الضغط الجوي المعتاد هو على مستوى سطح البحر بالظبط. يبقى الضغط الجوي المعتاد يعادل وزن عمود من الزئبق طوله 76 سنتيمتر زئبق المؤثرة على وحدة المساحات. طيب يجي يقول لي أنا عارف إن الضغط الجوي ده ليه وحدة يقيسه بيها، يا ترى الضغط الجوي بقيسه بوحدة عاملة إزاي؟ بقيسه ب4 وحدات. عندي وحدة اسمها البار والملي بار، اكتبها لكم هنا. عندي وحدات الضغط الجوي، عندي حاجة اسمها
بار وملي بار وسنتيمتر زئبق وملي متر زئبق. طيب دي كده 4 وحدات بقيس بيهم الضغط الجوي، البار والملي بار والسنتيمتر زئبق والملي متر زئبق. يا ترى الضغط الجوي المعتاد بيساوي كام؟ الضغط الجوي على مستوى سطح البحر بيساوي كام بالظبط؟ الضغط الجوي المعتاد بيساوي 1 بار أو 1013 و25 من 100 ملي بار. ليه؟ لأن البار فيه 1000 ملي، البار الواحد فيه 1000 ملي بار. طيب يجي يقول لي بيساوي كام سنتيمتر زئبق؟ الضغط الجوي المعتاد العادي بيساوي وزن عمود من الهواء 76 سنتيمتر زئبق. يبقى الضغط الجوي المعتاد بيساوي 76 سنتيمتر اتش جي. يعني ايه اتش جي؟ ده رمز الزئبق، رمز عنصر الزئبق. ف 76 بقول عليها 76 سنتيمتر زئبق يعني اتش جي. طب بيساوي كام ملي زئبق؟ انا عارف السنتيمتر الواحد فيه 10 ملي. لو بصيت على المسطره بتاعتي هلاقي السنتي الواحد فيه 10 مسافات عشان اصل للسنتي اللي بعده، فالسنتي الواحد فيه 10 ملي. فانا عندي الضغط الجوي المعتاد بيساوي 76 سنتيمتر زئبق وبيساوي 760 ملي متر زئبق. اتش جي يعني زئبق. دي كده 4 وحدات بقيس بها الضغط الجوي، ودي كده قيمة الضغط الجوي المعتاد بالأربع وحدات، لا إما 76 سنتيمتر زئبق أو 760 ملم زئبق أو 1013 و25 من 100 ملي بار أو 1 بار. طيب يجي يقول لي أنا عندي قانون، راح فين؟ هقوله لكم دلوقتي. أنا عندي قانون، القانون ده بيقول لي إيه؟ لو هو طلب منك مثلا، لو هو طلب منك ادالك الضغط الجوي بالملي بار وطلب منك الضغط الجوي بالبار، هتعمل ايه؟ هتقسم على 1000. لو هو ادالك بالبار وطلب منك بالملي بار هتضرب في 1000 عشان انا عارف ان البار فيه 1000 ملي بار. طب هنا لو طلب مني بالملي زئبق وهو اداني السنتي هضرب في 10 لان السنتي فيه 10 ملي زئبق. طب لو هو اداني بالملي زئبق، لو هو اداني بالملي زئبق وطلب مني السنتي هقسم على 10. طب انا عارف الفرق بين البار والملي بار 1000 والفرق بين السنتي والملي 10. طب ايه الفرق بين الملي بار او ايه اللي بيربط بين الملي بار والملي متر زئبق؟ لما يجي يقول لي الضغط الجوي بالملي بار بيساوي كذا، احسب الضغط الجوي بالملي زئبق او العكس. انا هجيبها له ازاي؟ بيديني قانون ثابت وانا حافظه اهو. هحط المثلث ده كده واقول لك ان الضغط الجوي بالملي زئبق، الضغط الجوي بالملي زئبق بيساوي الضغط الجوي بالملي بار في 75 من 100. ده قانون ثابت انا بحفظه. فلو طلب مني الضغط الجوي بالملي زئبق هروح ضربه الضغط الجوي بالملي بار في 75 من 100. طب لو طلب مني الضغط الجوي بالملي بار هعمل ايه؟ هقسم الضغط الجوي بالملي زئبق على 75 من 100. فانا عندي القانون او المثلث بتاعي قدامي موجود فوق الضغط الجوي بالملي زئبق وتحت الضغط الجوي بالملي بار وال75 من 100. لو طلب مني اي واحده فيهم هقدر اعوض بقيمه الثانيه عادي جدا في القانون، ولازم احفظه. طيب يجي بعد كده
يقول لي ايه هي العوامل اللي بتأثر على الضغط الجوي تخلي الضغط الجوي مرتفع او منخفض؟ قال لي عندي 3 عوامل: الارتفاع عن مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة والرطوبة. دي 3 عوامل بتأثر في الضغط الجوي: الارتفاع عن مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة والرطوبة. اول حاجة الارتفاع عن مستوى سطح البحر، انا عارف ان كلما ارتفعنا لاعلى قلت درجة الحرارة وقل الضغط الجوي وقلت كثافة الهواء، فكمان كل ما بطلع لفوق بلاقي الضغط الجوي بيختلف وبيقل. عشان كده بيقول لي ان لما واحد بيقف على جبل الضغط الجوي عنده بيكون مش بنفس قيمة الضغط الجوي بتاع الشخص اللي واقف تحت الجبل. فانا عندي لما بكون واقف فوق وزن عمود الهواء اللي فوقيه بيكون قليل، لكن لما بقف تحت عمود الهواء اللي فوقيه بيكون طويل جدا الى نهاية الغلاف الجوي. طيب بيجي يقول لي الانخفاض في الضغط الجوي بيتبعه نقص طول عمود الزئبق في البارومتر. يعني لما الضغط الجوي يبقى منخفض بلاقي البارومتر مديني قياس قليل والزئبق بياخد قرايه تحت قليله، وزياده طول الفراغ تروشيلي. طيب يجي بعد كده يقول لي تاني حاجه بتاثر على الضغط الجوي هي درجه الحراره. ازاي درجه الحراره ممكن تاثر على الضغط الجوي؟ الحراره عكس الضغط الجوي، كل ما بتزيد الحراره بتقل كثافه الهواء. الحراره عاليه بس كثافه الهواء بتخف، الهواء كل ما بيسخن بيبقى خفيف، فبالتالي هيخلي الضغط الجوي يبقى منخفض. فكل ما بترتفع درجة الحرارة ده يؤدي إلى تمدد الهواء، ولما الهواء يتمدد هتنخفض كثافته وده يؤدي إلى انخفاض الضغط الجوي. فعندي طبعا العلاقة عكسية. وطبعا لما تنخفض درجة الحرارة لما تقل الهواء هيبرد وكثافته هتبقى تقيلة وهيبقى متجمع في بعضه، فالهواء هينكمش وكثافته هترتفع، فبالتالي هيرتفع الضغط الجوي. يبقى العلاقة عكسية، لما درجة الحرارة تبقى مرتفعة الضغط الجوي هيبقى منخفض، لما درجة الحرارة تبقى منخفضة الضغط الجوي هيبقى مرتفع. ثالث حاجة بتأثر على الضغط الجوي هي الرطوبة. الرطوبة هي كمية بخار الماء اللي موجودة في الهواء الجوي. لما بلاقي بخار مية كتير في الجو بقول نسبة الرطوبة عالية، لما بخار المية بيبقى قليل بقول نسبة الرطوبة قليلة. فأنا عندي الرطوبة بتختلف من مكان إلى آخر ومن توقيت إلى آخر. طب أنا عندي حاجة اسمها الرطوبة المطلقة والرطوبة النسبية. يعني إيه؟ لما أجي أتكلم عن كمية الهواء الفعلية أو كتلة بخار الماء الفعلية اللي موجودة في حجم معين من الهواء، دي كده اسمها الرطوبة المطلقة. يعني لما اجي اقول لك كتلة بخار المية اللي موجودة في الأوضة دي فعليا دلوقتي حاليا مثلا 1 لتر بخار ماء، فاجي اقول لك عندي الأوضة دي في نفس درجة الحرارة ممكن ازود لها بخار مية تاني، فهتشيل اعلى حاجة ممكن تشيلها 10 لتر ميه. فانا عندي فرق بين الرطوبه المطلقه والسعه القصوى. الرطوبه المطلقه هي القيمه الفعليه اللي انا شايفاها دلوقتي حقيقي، هي ال1 لتر اللي موجود فعلا. طب السعه القصوى يعني اعلى قيمه لبخار الماء ممكن تشيلها نفس حجم الهواء في نفس درجة الحرارة. فأنا عندي الرطوبة المطلقة هي الكتلة الفعلية لبخار الماء الموجودة في حجم معين من الهواء الجوي. لكن الرطوبة النسبية، يعني إيه رطوبة نسبية؟ كلمة نسبية يعني أنا بجيب نسبة مئوية، بعرفك الرطوبة كام في المية، الرطوبة 10%، 20%، 50%. فأنا عندي الرطوبة هي النسبة المئوية بين كتلة بخار الماء الموجودة فعليا في الهواء الجوي، الكتلة الفعلية دي اللي هي طبعا الرطوبة المطلقة، وبين أقصى كمية بخار ماء يستطيع نفس حجم من الهواء حملها في نفس درجة الحرارة اللي هي السعة القصوى. يبقى أنا بقسم الرطوبة المطلقة على السعة القصوى وأضربهم في 100، فبيكتب لي القانون بتاعي أهو: الرطوبة المطلقة يعني الكتلة الفعلية لبخار الماء أهو على حجم الهواء الجوي، الكتلة الفعلية بخار الماء اللي موجودة في حجم معين من الهواء الجوي. طبعا الكتلة بقيسها بالجرام والحجم بقيسه بالمتر مكعب، عشان كده الرطوبة المطلقة وحدة قياسها جرام على متر مكعب. طب الرطوبة النسبية قانونها ايه؟ بجيب الرطوبة المطلقة على السعة القصوى في 100. زي مثلا لما واحد بيبقى عايز يجيب النسبة المئوية بتاعت النتيجة بتاعته بعد ما بينجح آخر السنة، بيعمل إيه عشان يعرف هو جايب كام في المية؟ بيجيب النتيجة اللي هو جابها بالظبط. يعني مثلا لو النتيجة من 280 والشخص ده جايب 200، بيعمل إيه عشان يعرف هو جايب كام في المية؟
بيجيب ال 200 بتاعته اللي هي موجوده فعليا وحقيقيا، ويقسمها على السعه القصوى، على اعلى درجه ممكن يجيبها، بيقسم ال 200 بتاعته على ال 280 وبعدين يضربهم كلهم في 100 فتطلع له النسبه المئويه بتاعته بالظبط. هنا بعمل نفس الكلام، بجيب الرطوبه المطلقه اللي موجوده فعليا واقسمها على السعه القصوى، على اعلى حاجه ممكن توصل لها بخار الميه في نفس الحجم، واضربهم كلهم في 100 فيطلع لي الرطوبه النسبيه كام في المية بالظبط. بعد كده بيقول لي عندي حاجه اسمها التكامل مع علم البيولوجي، بيكلمني عن انتشار الفيروسات في فصل الشتاء، انتشار فيروس الانفلونزا خصيصا. بيقول لي ليه بيزداد انتشار الانفلونزا في فصل الشتاء؟ بسبب انخفاض رطوبه الهواء البارد. يا ترى ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بتفصل لي الكلام ده ازاي؟ انا عارف ان في فصل الشتاء بتكون درجه الحراره منخفضه، والرطوبه المطلقه ببقى عارف قيمتها قد ايه بالظبط، بتكون قيمه محدده. فانا عندي لما بنتقل من الاماكن اللي بره اللي بتكون درجه الحراره بتاعتها منخفضه ونسبه الرطوبه المطلقه انا عارفه قد ايه، وانتقل الى المبنى. المبنى انا بعمل فيه ايه؟ بقفل الابواب والشبابيك بتاعته عشان اخلي المبنى يبقى دافي، فالجو بره يبقى بارد وجوه المبنى يبقى مكتوم ومقفول ودافي. فده طبعا بيلخبط او بيغير قيمه الرطوبه المطلقه والرطوبه النسبيه. فايه اللي هيحصل هنا؟ لما بنتقل من الاماكن المفتوحه اللي فيها هواء بارد وبدخل المنزل اللي فيه هواء دافئ، طبعا بتزداد السعه القصوى للهواء في حين تظل الرطوبه المطلقه زي ما هي. الرطوبه المطلقه قيمتها خلاص انا عارفه هي قد ايه بالظبط موجوده، ولكن بتزيد السعه القصوى فجاه، وده هيخلي او هيعمل لي انخفاض حاد في الرطوبه النسبيه. الرطوبه النسبيه هتبقى بدل ما كانت مثلا 50% هتبقى 10% مره واحده، فهيعمل لي انخفاض حاد في الرطوبه النسبيه مره واحده في المكان اللي انا دخلته. بعد ما كنت في هواء بارد بره دخلت الى هواء دافئ في المنازل، وده عمل لي زياده في السعه القصوى، وطبعا عمل لي انخفاض حاد في الرطوبه النسبيه. طب يا ترى ايه اللي هيحصل لما تتلخبط نسبه الرطوبه بالمنظر ده؟ هيحصل لي نتيجتين، اول حاجه بالنسبه للفيروسات، تاني حاجه بالنسبه للجسم. الفيروسات ايه اللي هيحصل لها؟ الفيروسات بسبب انخفاض الرطوبه بشكل حاد هتخلي التبخر بتاع الرذاذ يفضل موجود في الهواء، فالهواء اللي موجود في المنازل او المباني اللي مكتومه اللي انا مقفلاها دي بتكون الفيروسات متعلقه فيه لفتره طويله وما بتخرجش منه بسرعه او بسهوله. فانخفاض الرطوبه بشكل حاد بيعمل على تبخر الرذاذ اللي احنا بنتنفسه المحمل بالفيروسات بسرعه، فده هيزود من فتره بقاء الفيروسات عالقه في الهواء لفتره طويله. الفيروسات هتفضل متعلقه في الهواء فتره طويله ومش هقدر اتخلص منها بسرعه لان انا مكتمه المكان. طب بالنسبه للجسم ايه اللي هيحصل جوه الجسم؟ هيتسبب الهواء الدافئ في تبخر الماء من الاغشيه المخاطيه. انا لما اقفل المنزل واخليه دافي والجو بره برد، ده هيخلي الماء اللي موجود في الأغشية المخاطية اللي موجودة في الأنف والجهاز التنفسي، المية دي تتبخر، فبالتالي مجرى الجهاز التنفسي هيبقى جاف، ولما يبقى جاف هيبقى صعب عليه ان هو يقاوم الفيروس. فبالتالي الهواء الدافئ هيعمل على تبخر الماء من الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والجهاز التنفسي، وده هيضعف قدرة الجهاز التنفسي على مقاومة الفيروسات. طيب نحل أسئلة. بيقول لي اكتب المصطلح العلمي. حالة الجو في موقع معين خلال فترة زمنية قصيرة ده الطقس، حالة الجو السائد في موقع معين خلال فترة زمنية طويلة ده المناخ. أهم عنصر مناخي بيؤثر في حياة الكائنات الحية درجة الحرارة طبعا. دائرة عرض صفر بتقسم الأرض إلى نصفين قد بعض ده خط الاستواء. دائرة عرض 23.5 إن يبقى مدار السرطان. دائرة عرض 23.5 اس يبقى مدار الجدي. المنطقة الحرارية اللي بتقع بين مدار السرطان ومدار الجدي دي اسمها المنطقة الحارة. المنطقة الحرارية الواقعة بين دائرتي عرض 66.5 و90 شمالا أو جنوبا، من 66.5 ل 90 لآخر حاجة تحت أو فوق، دي اسمها المنطقة الباردة عشان دي عند القطبين الشمالي والجنوبي. طب حركة هواء بارد ومنعش من البحر نهارا باتجاه اليابس اسمها نسيم البحر. حركة هواء دافئ جاف نسبيا من اليابس باتجاه البحر اسمها نسيم البر. أعلى درجة حرارة في اليوم الواحد هي درجة الحرارة العظمى، أقل درجة الحرارة في اليوم الواحد هي درجة الحرارة الصغرى. الفرق بين درجتي الحرارة
الحرارة العظمى والصغرى في اليوم الواحد اسمها المدى الحراري اليومي. المتوسط الحسابي لدرجتي الحرارة العظمى والصغرى في اليوم الواحد اسمه متوسط درجة الحرارة اليومي. نكمل الجزء الثاني. بيقول لي وزن عمود من الهواء مساحة مقطعه 1 متر مربع وطوله إلى ارتفاع الغلاف الجوي ده اسمه الضغط الجوي. جهاز يستخدم في قياس الضغط الجوي البارومتر الزئبقي. الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر اسمه الضغط الجوي المعتاد. كمية بخار الماء الموجودة في الهواء الجوي اسمها الرطوبة. الكتلة الفعلية لبخار الماء اللي موجودة في حجم معين من الهواء اسمها الرطوبة المطلقة. النسبة المئوية بين الرطوبة المطلقة والسعة القصوى عند نفس درجة الحرارة اسمها الرطوبة النسبية، عشان هو قال لي النسبة المئوية. وكده نكون خلصنا، وإن شاء الله أشوفكم الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.